في الحياة خطوة واحدة ممكن تغير الكثير، وباختيار صائب كيعكس شخصيتك ورؤيتك للمستقبل يمكن لك تمشي بعيد. هذا الاختيار كيعتمد على طموحاتك ووعيك بضرورة بذل المجهودات الكافية للوصول لأهدافك. اختيارك للتكوين المهني خطوة مثالية باش تحقق ذاتك وتكتسب كفاءات عالية وعملية. مؤسسة لو اف بي تي اللي كيتجاوز العدد ديالها 390 مؤسسة والمتواجدة في جميع أنحاء المملكة كتمنحك الاختيار تطور مهارتك في أكثر من 20 قطاع مهني من خلال ما يفوق 360 شعبة وتخصص. الأكيد أن عندك بزاف ديال التساؤلات: شنو هو المجال اللي نلقى فيه راسي؟ اش من شعبة نختار؟ واش غادي نوصل؟ والأهم كيفاش نوصل للهدف ديالي؟ ماي واي هي منصة إلكترونية للتوجيه جات برؤية مبتكرة باش تساعدك تعرف أكثر نقاط قوتك واهتماماتك، تكتشف القطاعات والمهن اللي مناسبة لها وترافقك في بناء مشروعك المهني. هذه المنصة الجديدة هي رفيقك في النجاح، كتوفر لك مجموعة متنوعة من الخدمات باش تواكبك في مسارك نحو التميز. أتعرف على نفسي، جابخون مو كونيتر، أكتشف عادة التكوين، جيكسبلور لوفر دو فورماسيون، أطلب المساعدة للاختيار، جو دوموند دو ليد بور فير مون شوا، جو كونستروي مون بروجي بروفيسيونيل، أبني مشروعي المهني. مستعد باش تبدا؟ ما عليك إلا تدخل الموقع، انشأ الحساب الخاص بك وتستافد من كل الخدمات اللي كتوفرها المنصة. أولا أتعرف على نفسي عبر اجتياز الاختبار المقترح للهدف منه تعرف سمات شخصيتك باش تاخذها بعين الاعتبار في اختيار الشعبة اللي كتناسبك. الاختبار كيضم 72 سؤال على شخصيتك، اهتماماتك والمهارات اللي عندك. قرا بتمعن كل سؤال واختار بعفوية الجواب اللي كتشوفه مناسب. انطلاقا من الأجوبة ديالك والنتائج اللي حصلت عليها غير يمكن لك تعرف الشعب اللي كتلائمك أكثر. إذا كنتي باقي متردد ومازال ما توصلتيش للاختيار اللي كيرضيك، يمكن لك تكتشف عرض التكوين المتنوع اللي كتوفر مؤسسات لو اف بي تي من خلال خدمة اكتشف عرض التكوين. هذه الخدمة كتوضع رهن إشارة كافة المعلومات الخاصة بالتكوينات المتوفرة وكذلك القطاعات والمؤسسات التكوينية باش دير أحسن اختيار. يمكن لك كذلك تختار توجيه على مرحلتين من خلال نظام الجدل المشترك اللي كيخول لك تكوين عام في السنة الأولى شعبة من اختيارك، وكيمكنك تتبع تخصص معين في السنة الموالية. المنصة كتعطيك أيضا إمكانية الاطلاع على الأسئلة أكثر تداولا مرفوقة بالأجوبة المناسبة لها. من خلال خدمة أطلب المساعدة على الاختيار يمكن لك تستخدم خاصية تشات بوت المتوفرة 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع وتطرح جميع الأسئلة اللي في بالك. هذه الخدمة كتعطيك كذلك إمكانية طلب الاستفادة من خدمات مستشارين في التوجيه. مستشار التوجيه كيقوم بدراسة ملفك الشخصي وقدراتك وميولاتك قبل ما يتم التواصل معك من أجل اجتياز مقابلة فردية أو في إطار مجموعة. هذه المقابلة غادي تساعدك في تحديد المسار الأمثل باش تنجح في مشروعك المهني. وبعد ما حددتي الاختيار ديالك كتجي مرحلة التسجيل، ومباشرة من بعد قبولك في الشعبة التكوينية ماي واي كتكمل معك تجربتك الآن كمتدرب في التكوين المهني من خلال مساعدتك في بناء مشروعك المهني خطوة بخطوة منذ بداية التكوين، وكتجعل منك فاعل أساسي في مسارك المهني بفضل التقييم الذاتي والتحسين المستمر لكفاءاتك. وبما أن الخيارات المهنية الصائبة هي حصيلة التوجيه الجيد، ماي واي كتساعدك أيضا في تحديد الطريق اللي كيلائمك، وسواء كان عندك ميول لرياضة الأعمال أو عالم الوظيفة أو كتفضل تكمل الدراسة ديالك بعد الدبلوم، فالمنصة غتوفر لك مجموعة من المعلومات القيمة والوسائل الديداكتيكية الفعالة باش تسهل عليك خلق المقاولة ديالك أو البحث عن عمل أو تدريب. ماي واي خطوتك الأولى نحو النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البث المباشر. هذا البث المباشر كيجي من بعد انطلاق التسجيل في مؤسسات التكوين المهني. إن شاء الله درنا هذا التسجيل هذا البث المباشر من أجل الإجابة على أسئلتكم. كنتلقاو مجموعة ديال الأسئلة في الخاص، لكن بطبيعة الحال نظرا لكثرة الأسئلة والانشغالات يعني ما كايناش إمكانية باش نقدروا نجاوبوا على جميع الأسئلة. وكذاك الشيء علاش رأينا أنه يكون هذا البث المباشر اللي من خلاله غادي نتلقاو الأسئلة في التعليقات ديالكم. بطبيعة الحال التعليقات راه مفتوحة، يعني الأسئلة اللي كتهمكم وكتهم التكوين المهني فراه ممكن تطرحوها في التعليقات، وغنحاولوا ان شاء الله باش نجاوبوا على اكبر عدد ديال الاسئله باش نوضحوا يعني الامور اللي مازال غامضه في كل ما يتعلق بالتسجيل في مؤسسات التكوين المهني. يعني مرحبا باسئلتكم، في انتظار ان شاء الله انكم تطرحوا على الاسئله ديالكم في التعليقات. التسجيل انطلق من الأمس، يعني بداية التسجيل هو 8 من شهر ماي، يعني نحن في اليوم الثاني فقط من التسجيل. لا زال التسجيل مفتوح في جميع المستويات. إلا رجعتوا للمنشورات
السابقه غادي تلقاو التواريخ بدايه وانتهاء التسجيل في كل مستوى، وغادي تلقاو الشعب بطبيعه الحال اللي متوفره في المركب، وغادي تلقاو كذلك طريقه التسجيل من خلال الفيديو اللي كان قبل، وكذلك من خلال مجموعه ديال الصور. فيما يخص سؤال حول هل يتوفر المعهد المتخصص في مهن السينما على داخلية؟ أخي هناك داخلية خاصة بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، لكن بطبيعة الحال بإمكان متدربين معهد السينما أنهم يستفدوا من داخلية ديال المعهد. بطبيعة الحال داخلية المعهد مؤدى عنها، وفيها يعني مجموعة ديال الشروط من أجل قبول الملف. يعني كاين مجموعة ديال المعايير اللي كتخاد بعين الاعتبار البعد عن المدينة، الحالة العائلية للمتدرب، يعني مجموعة الشروط اللي خصها توفر في هذاك المتدرب اللي غادي يستافد من الداخلية. شكرا. نرجو كذلك من الشباب أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر على أكبر نطاق، من أجل يعني أنه نوصلوا لأكبر عدد من الناس اللي مهتمين بمجال التكوين المهني. كذلك نتمنى الناس اللي حاضرين أنهم يتفاعلوا من خلال الأسئلة ديالهم، ونحن هنا للإجابة عن كافة الأسئلة اللي كتعلق في التكوين المهني. بالنسبة لمعهد الحلاقة، عندنا شعبة الحلاقة والمكياج السينمائي، هي شعبة خاصة بالمعهد المتخصص في مهن السينما، ويمكن الولوج لهذه الشعبة بالتوفر على مستوى الثانية بكالوريا. بالنسبة لشعبة نجارة الألمنيوم، نعم كاين مازال مقاعد في هذه الشعبة هذه، لكن كيف ما كنعرفوا كاين واحد الطلب كبير على شعبة النجارة ديال الألمنيوم، وعدد المقاعد المتوفرة في المعهد هي 50 مقعد. دونك يعني الإنسان كل ما صار على التسجيل غادي يكون أحسن، من أجل أنه يضمن المقعد ديالو. بالنسبه لمنصه التسجيل، المؤسسات او بعض المرات ما كنلقاوش بعض الشعب اللي هي متاحه يعني في المنصه. فاليوم الثاني فراه شيء عادي انه نلقاو بعض الشعب ما كايناش. التحديث لا زال مستمرا في منصه ديال التسجيل. يعني اللي عنده مشكل في التسجيل غير يحاول مرة أخرى، فهي مشاكل اللي هي تقنية بسيطة يتم معالجتها. فيما يتعلق بمجال الحلاقة،
والمكياج السينمائي. دونك حنا هذا المجال هذا، هاد الجوج ديال التخصصات عندهم علاقه اكثر بالمجال السينمائي. بطبيعه الحال الا كنتي كتفكر انك دير صالون، بطبيعه الحال الدبلوم غادي ينفعك اكيد. غير هو المحتوى ديال التكوين ديال شعبة الحلاقه والمكياج السينمائي يركز بشكل كبير على المجال السينمائي. نذكر فقط بأن عملية التسجيل في مؤسسات التكوين المهني تتم هذه السنة حصريا بشكل اللي هو رقمي في جميع المستويات، ابتداء المستوى ديال التخصص، التأهيل والتقني المتخصص. فاش كنقولوا انها ولات رقميه، يعني عمليه التسجيل العاديه اللي كانت هو انه كنجمعوا الوثائق المطلوبه وكنجيبوا بالمؤسسه. هذه السنه هذه ما بقاتش هذه المساله هذه، يعني كذوك الوثائق كتسكانيهم، كدير التسجيل القبلي في الموقع، كتيليشارجي هذوك الوثائق اللي مطلوبه، ومصاريف الملف كذلك يتم دفعها عن طريق الموقع، اما عن طريق بطاقه بنكيه او عن طريق خدمه فاتورتي اللي كاين عند كاش بلوس او مجموعه ديال الوكالات. في هذا الاطار انا حطيت منشور فيه شرح الطريقه ديال التسجيل وطريقه اداء مصاريف الملف. كذلك يجب تتبع الملف ديالي من خلال المنصه اللي غنتسجل فيها، حيت مثلا في المستوى ديال التاهيل وديال التقني كيخصني ندوز امتحان، وبالتالي كنتبع الملف ديالي واش تقبل. اون فوا غادي تقبل فراه كنخرج واحد الكونفوكاسيون ديال الامتحان اللي غادي ندوز، او لا كنجي كنسحبو من الحراسه العامه. في بعض الاحيان مجموعه ديال الوثائق ما كتكونش واضحه، وبالتالي كيضطروا انهم يرفضوها ويرجعوها عليك باش عاود تسكانيها بجوده عاليه. داكشي علاش كيخصنا نديرو تتبع الملف ديالنا من خلال المنصه اللي درنا فيها التسجيل. نحن هنا للإجابة على أسئلتكم، نرجو طرح الأسئلة في التعليقات من أجل الإجابة ومن أجل أنه تعم الفائدة. كذلك نرجو مشاركة البث المباشر على أكبر نطاق باش نقدروا نوصلوا لأكبر عدد ديال الناس، وشكرا. كل ملف غادي ندفعو، فراه كنخلص عليه 50 درهم ديال مصاريف الملف. مثلا انا عندي بكالوريا ولكن بغيت ندفع المستوى ديال التقني وتقني متخصص في نفس الوقت، دونك هادي من حقك. وبالتالي الملف او التسجيل اللي غادير في المستوى ديال التقني المتخصص فكتخلص عليه مصاريف الملف اللي هما 50 درهم، وكذلك الملف اللي غندير في المستوى ديال التقني نفس الشيء كنخلص عليه 50 درهم ديال مصاريف الملف. دونك اي تسجيل غنديرو بطبيعه الحال كنخلص عليه مصاريف الملف، ونقدر ندير مجموعه ديال الملفات، يعني ندفع في بزاف ديال البلايص، فبالتالي كل تسجيل كيخصني نخلص عليه مصاريف الملف. في انتظار اسئلتكم، المرجو طرح الاسئله في التعليقات، وكذلك مشاركة البث المباشر.
للتذكير فقط، قبل التسجيل في التكوين المهني ينبغي التسجيل في منصة التوجيه. منصة التوجيه اللي كتظهر أمامكم في الشاشة. يعني قبل ما ندير عملية ديال التسجيل فخاص يكون عندي واحد الحساب في هذه المنصة هذه. طريقة التسجيل في منصة ديال التوجيه بسيطة جدا وسهلة، كتاخذ منا فقط واحد دقيقة تقريبا. كنمشيو لهاد الأيقونة ديال مي كونيكتي، كنمشي إنشاء حساب خاص في وقت وجيز، كندير الجنس، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، تاريخ الازدياد، رقم الهاتف، نختار الجهة، جهة درعا فيدالت، المدينة، وكنكمل الخطوات اللي هو بشكل اللي هو بسيط جدا. بالنسبة لما يتعلق بمجال الصحي، يعني المعاهد أو الشعب اللي عندها علاقة بالمجال الصحي، ففعلا تم افتتاح هاد الشعب هذه. كاين في مدن المهن والكفاءات بالنسبة لمدينة العيون، مدينة أكادير، ومدينة الناظور. يعني تم افتتاح هاد المؤسسات السنة اللي فاتت، وتشمل كذلك تحتوي على هذه الشعب اللي خاصة بالميدان الصحي. وكذلك هناك معهد جديد كاين في مدينة مكناس خاص بالمهن الصحية. في انتظار اسئلتكم، يعني غير ما نفتحوا واحد القوس، كاين مجموعه ديال الاكراهات اللي كيلقاوها الوليدات فاش كيبغيو يتسجلوا على مستوى الموقع، سواء فاش كيبغي يخلص مصاريف الملف. فهذا الشيء راه شيء عادي. حنا في اليوم الثاني فقط من التسجيل. الموقع ما زالت فيه تحديثات كثيره، بحكم انه هذه السنه هذه غادي يتم اعتماد الرقمنه في التسجيل في جميع المستويات، وبالتالي راه النهار الاول الثاني فراه الشيء عادي انه يكونوا مجموعه ديال الاكراهات فيما يخص عمليه التسجيل، سواء التسجيل القبلي او سواء تحميل الملفات، وكذلك اداء مصاريف الملف. غير نصبروا واحد شويه، اليوم وغدا ان شاء الله راه الامور غادي تمشي على احسن ما يرام. كذلك فيما يتعلق بالمستويات المتوفره في المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه، فالمعهد يوفر 4 مستويات.
المستوى الأول هو مستوى التخصص. فاش كنتكلموا على مستوى ديال التخصص، فهنا المستوى الدراسي المطلوب هو على الأقل السادس، مستوى السادس ابتدائي. يعني فاش كنقولوا على الأقل يعني أدنى مستوى هو السادس ابتدائي. يكفي أنه الإنسان يكون قرا المستوى ديال السادس، السن بين 15 سنة و 30 سنة، فراه ممكن أنه يمشي في المستوى ديال التخصص. مدة التكوين في مستوى التخصص سنة كاملة، وعدد المقاعد محدودة. طريقة الولوج هي ولوج مباشر، يعني ما كيكون لا امتحان لا والو، يعني على حسب العدد المقاعد المتوفرة في المؤسسة. يعني نهاية التسجيل في هذا المستوى هذا تنتهي بانتهاء عدد المقاعد المتوفرة. الشعب المتوفرة شعبة نجارة الألمنيوم، شعبة الترصيص الصحي، شعبة الصباغة، شعبة الفصلة وخياطة، وشعبة كهرباء البناء. كذلك يتوفر المعهد على مستوى التأهيل. عندما نتحدث على مستوى التأهيل فهو خاص بالتلاميذ الذين يتوفرون على مستوى أدناه التاسعة إعدادي، يعني يكون قرا المستوى ديال التاسعة بطبيعة الحال، سواء نجح فيها ولا ما نجحش فيها، فراه عنده الإمكانية أنه يتسجل في مستوى التأهيل، أو يكون عنده دبلوم ديال التخصص. طريقة التسجيل نفس الشيء عن طريق الموقع. طريقة الولوج تكون عن طريق اجتياز امتحان، باش كنكمل العملية ديال التسجيل وكنتيليشارجي الوريقات وكنخلص مصاريف الملف، فمن بعد كيمكن ليا نسحب استدعاء اجتياز الامتحان من طرف في الحراسة العامة. كذلك الشعب المتوفرة في هذا المستوى هي شعبة عامل في المطعمة، شعبة الميكانيك، شعبة كهرباء الصيانة الصناعية، شعبة النجارة، شعبة التبريد، وشعبة عامل مؤهل في الفصالة والخياطة. بالإضافة إلى مستوى التأهيل، يوفر المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية مستوى التقني. المستوى التقني يتوفر على 4 شعب. الشعبة الأولى هي رئيس ورش الأشغال العمومية، الشعبة الثانية هي مساعد إداري، الشعبة الثالثة هي الكهرباء الصناعية، والشعبة الرابعة هي الميكانيك، ميكانيك السيارات. طريقة الولوج عن طريق اجتياز امتحان. كذلك هناك مستوى التقني المتخصص. التقني المتخصص يكون مفتوح في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا، ويتم الانتقاء. طريقة الولوج تتم عن طريق الانتقاء حسب النقطة المحصل عليها في البكالوريا. ليست هناك عتبة محددة سلفا، يعني الناس كيدفعوا وكيكون انتقاء. عدد المقاعد بطبيعة الحال نفس الشيء محدود. الشعب المتوفرة هي شعبة الديفلوبمون انفورماتيك، شعبة تسيير المقاولات، شعبة ديال الجيني الكتريك، وكذلك شعبة الانفراستركتور ديجيتال. دونك 4 شعب متوفرة في المستوى التقني المتخصص. سنعود للحديث عن الشعب المتوفرة في المعهد المتخصص في مهن السينما بعد الإجابة على سؤالين. التسجيل مفتوح في جميع الشعب. لمن يسأل هل بدأ التسجيل في شعبة ما، شعبة إكس ولا شعبة إكري؟ التسجيل مفتوح في جميع الشعب وفي جميع المستويات دون استثناء. غير واحد الملاحظة بالنسبة للمصاريف الملف، باش غير نفهموا اشنو هو اللي كيوقع إلا ما تخلصاتش 50 درهم ديال الملف. باش كنقوموا بالعملية ديال التسجيل القبلي وإدخال الوثائق المطلوبة، كنجي المرحلة ديال أداء مصاريف الملف. فاش كنخلصوا مصاريف الملف فمباشرة هذوك الوثائق اللي سكانيتي تظهر في
عند مسير شؤون المتدربين، تظهر عند الحراسه العامه، هما كيفاليديو هذوك الوثائق اللي دفعتي واش مناسبه او غير مناسبه. في حاله انه ما دفعتش ولا ما خلصش 50 درهم ديال مصاريف الملف، فاوتوماتيكمون هذاك الوثائق اللي سكانيتي فما غاديش تطلع عند الحراسه العامه، ما غاديش تطلع عنده في الحراسه العامه، وبالتالي فراه بحال ما درتي والو. وي دونك يعني باش انه الملف يدار المعالجه ديال الملف ديالك، فهذيك ال 50 درهم ديال المصاريف هي اللي كتخليه انه يطلع عندنا في المؤسسه من اجل يعني الفاليداسيون ديال الوثائق اللي دفعتي لنا. وبالتالي اي تسجيل اللي ما غاديش يكون كامل، يعني فاش انه ما نخلصوش 50 درهم، فراه صاحبه يعتبر غير مسجل بصفه نهائيه. نعيدها ونكررها، السؤال يتكرر: واش كندي الوثائق للملف؟ واش كندي الوثائق للمؤسسه؟ واش كندي الوثائق ديالي للمؤسسه؟ بطبيعه الحال الناس ولفات هاد لا ميثود، هاد الطريقه ديال التسجيل. بطبيعه الحال هاد السنه كاين تغيير ابتداء من السنه اللي فاتت. بطبيعه الحال السنه اللي فاتت كان كيشمل المستوى ديال التقني والتقني المتخصص، هاد السنه تم تعميم عمليه التسجيل الالكتروني في جميع المستويات، وبالتالي فنحن لسنا بحاجه الى وضع الوثائق في المعهد او في المؤسسه، يكفي فقط انه نقوم بالعمليه من الدار، من المكتبه، من عند السيبير بطبيعه الحال. ولكن تاكدوا الله يجازيكم بخير من جميع المعلومات التي يتم ادخالها وجميع الوثائق التي يتم ادخالها يجب التاكد من صحه المعلومات الوارده فيها، من شهاده مدرسيه، من عقود الازدياد، من بطاقه التعريف، بيان نقاط، يعني تكون مطابقه لما هو كاين في بطاقه التعريف الوطنيه. وبالتالي العمليه ديال التسجيل هذوك الوثائق اللي كنا كنديو للمؤسسه، فراه ولينا كنسكانيهم في الموقع ديال التكوين المهني، كنخلصوا داك 50 درهم اللي كنا كناخذوا فيها واحد الملف في المؤسسه، فكنخلصوها عن طريق البنك، عن طريق التطبيقات البنكيه، او عن طريق وكالات كاش بلس، ويتم تتبع ملفك عبر الموقع. هذاك الشيء علاش كنقولوا خاص ديما هذاك ليدونتيفيون المود باس يبقاو عندك. في حاله كنعاودوا نكررها اليوم، حنا فقط في اليوم الثاني من عمليه التسجيل، لا زالت هناك تحديثات في الموقع، غير ما نزربوش، مازال عندنا الوقت. نحاولوا هذا الاسبوع هذا ما نتسرعوش، يعني حيت كاينين بزاف ديال التحديثات في الموقع. من بين المشاكل اللي كيلقاو اللي بغاو يتسجلوا هو كيبغي يخلص 50 درهم ما كيطلعليش الكود ديال التسجيل. اولا اما خصني نبدل النافيغاتور، يعني نشوف الا كنت كنخدم بجوجل كروم نبدل بشي واحد اخر، او بطبيعه الحال في حاله تاع الدار فيمكن لك انك تلتحق بالمؤسسه من اجل يعني انك تستفسر علاش ما بغاش، وبالتالي غادي تحاول تعالج المشكل. غير هو غالبا في الايام القليله الجايه ان شاء الله راه جميع المشاكل اللي كيكونوا في الموقع راه غادي تريقل ان شاء الله، وغادي تولي الامور غاديه بشكل اللي هو بشكل عادي جدا. بالاضافه للمعهد المتخصص في مهن السينما، يتوفر كذلك مركب التكوين المهني ورزات على المعهد المتخصص في مهن السينما. المعهد المتخصص في مهن السينما هو معهد يكون تقنيين وتقنيين متخصصين
في مجال السينما وفي مجال السمعي البصري. يتوفر على مستويين. المستوى الأول هو مستوى التقني. شروط الولوج للمستوى التقني هو التوفر على مستوى أدناه الثانية بكالوريا، يعني نكون قريت الثانية بكالوريا كاملة سواء نجحت سواء ما نجحتش، فراه عندي الحق أنه نسجل في مستوى التقني. الشعب المتوفرة في المستوى التقني في المعهد المتخصص في مهن السينما: شعبة تصميم الملابس السينمائية والاستعراضية فيها 20 مقعد. شعبة الحلاقة والمكياج السينمائي نفس الشيء فيها 20 مقعد هذه السنة. طريقة الولوج تتم عن طريق قيام بطبيعة الحال بعملية التسجيل التي سبق ذكرها واجتياز اختبار. بالإضافة كذلك للمستوى التقني يتوفر المعهد المتخصص للسينما على مستوى التقني المتخصص. تقني متخصص للحاصلين على شهادة البكالوريا. المعهد يوفر 5 شعب: شعبتان فيما يخص السمعي البصري، شعبة الصورة وشعبة المونتاج، وهي خاصة ببكالوريا علمية. كذلك في مجال السينما يوفر مستوى التقني المتخصص 3 شعب: شعبة المحافظة وتدبير الإنتاج مفتوحة في وجه جميع أنواع البكالوريا، شعبة الديكور والإكسسوارات نفس الشيء مفتوحة في وجه جميع البكالوريا، وشعبة المؤثرات الخاصة نفس الشيء مفتوحة لجميع الحاصلين على شهادة البكالوريا. كما هو معروف بالنسبة للمستوى التقني المتخصص يتم الاعتماد على الانتقاء على حسب النقطة المحصل عليها في البكالوريا. أعيد وأذكر بأنه التسجيل مفتوح كذلك بالمعهد المتخصص في مهن السينما. في انتظار أسئلتكم قبل اختتام هذا البث المباشر الذي خصصنا للإجابة على كل الأسئلة التي تتعلق بعملية التسجيل لهذا الموسم التكويني 2023-2024، كذلك لمعالجة المشاكل أو الإكراهات التي قد تواجهك في عملية التسجيل. يفضل بالنسبة للوثائق المقدمة أو الوثائق التي يتم تحميلها يفضل أنها تكون مصادق عليها. من الأفضل أنها تكون مصادقة عليها. بالنسبة للغاليزاسيون يعني تكون في 2022 فما كنظنش باللي راه مشكل، ماشي مشكل، غير بالنسبة للوثائق الأخرى من الأحسن ومن الأفضل ويستحسن أنه تكون مصادقة عليها لتفادي يعني أنه يتم رفض الملف ديالك. التسجيل بدأ في جميع مؤسسات التكوين المهني سواء مدن المهن والكفاءات أو أي مؤسسة أخرى في التكوين المهني، فالتسجيل انطلق منذ أمس. بما يتعلق بالتقني المتخصص أكررها وسبق أن أشرت إليها في مجموعة من التعليقات في مجموعة من
من المناسبات أنه تقني متخصص عندما نقول أنه يتم الاعتماد على الانتقاء بنقطة البكالوريا، فهذا لا يعني أنه نحن في المؤسسة نحدد نقطة محددة. مثلا حنا ما كنقولوش باللي راه شعبة ديال الإلكتروميكانيك راه هذا العام بغينا الناس ديال 12 الفوق ولا ديال 13 الفوق. وفي أي مؤسسة ديال التكوين المهني فهو لا يتم يعني تحديد النقط بهذا الشكل. يتم الانتقاء عن طريق يعني كيكون تسجيل، يتفتح تسجيل في واحد الفترة محددة، عند انتهاء التسجيل يتم الانتقال من النقطة الكبيرة وحنا نازلين على حسب العدد المقاعد المتوفرة. يعني راه ما كنحطوش شي نقطة محددة في الانتقال، غير باش تفهموا هذه المسألة هذه باش نعاودو نكرروها، وماشي غير عندنا في المعاهد وإنما في جميع المعاهد. هذا التسجيل ابتدأ في الفندقة. أكرر بأن التسجيل مفتوح في جميع الشعب. سؤال يتكرر ويتكرر، التسجيل مفتوح في جميع الشعب وفي جميع المستويات. يعني الله يجزيكم بخير، حاولوا أنكم ترجعوا للمنشورات السابقة. الإشكال اللي كنوقعوا فيه هو أنه لا يتم قراءة المنشورات. نحاول التواصل بلغة اللي هي بسيطة جدا، يعني نحطوا منشورات اللي هي بسيطة باش نحاولوا نوصلوا جميع المعلومات. للأسف يتم تجاهل المنشورات ويتم طرح الأسئلة في الخاص، يعني نفس المعلومات اللي كاينة في المنشورات. يعني كنلقاو مجموعة ديال الأسئلة اللي كل إنسان قرا هذوك المنشورات غنتفاداو بزاف ديال الأسئلة، وغتكون عندنا فرصة أنه نجاوبوا على الأسئلة اللي هي زعما تقنية واللي الناس كيلقاو فيها مشاكل. سؤال: هل التسجيل بدأ في شعبة محددة معينة أو الشعبة الفلانية أو الشعبة الفلانية؟ فراه كنقولوها باللي راه التسجيل في جميع الشعب، وحطينا في الصفحة واحد الكالندري، واحد المذكرة فيها امتى غيبدا التسجيل في هذا المستوى وامتى غيسالي في جميع المستويات. يكفي فقط الرجوع إلى نرجعوا للمنشورات السابقة. الله يجزيكم بخير. يلا رجعنا للمنشورات السابقة وقرينا كل منشور بشكل متأني وبشكل اللي هو جيد، فراه كون على يقين غتمشي غادي تسكاني الوثائق ديالك غير بتليفونك، غتدخل للموقع، غادي تسجل بوحدك، وغادي يعني ما غاديش تلقى ادنى مشكل، يعني ما غتحتاج حتى لشي مساعده انطلاقا من هذوك المنشورات اللي كنحطوا في الصفحه. فيما يتعلق بشعبة الهندسة المدنية، بالنسبة لجهة درعا الطافلات، فالهندسة المدنية تتوفر في كل من المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية بمدينة زاكورة، وكذلك بمدينة تنغير، وكذلك بمدينة الرشيدية. إذن هذا هو العرض التكويني اللي متوفر عندنا بالنسبة للهندسة المدنية في الجهة ديال درعا الطافلات. كذلك هناك مجموعة ديال المدن اللي كتوفرها الشعبة هذه، فراه يكفي أنه نمشي لبطاق المنصة ديال التوجيه، فراه في البحث يكفي أنه نبحث على شعبة الهندسة المدنية، فراه غادي نلقى فيها بطبيعة الحال غنلقى اش المدن فين كاينة هاد الشعبة هذه. فيما يتعلق بالفندقة، يعني كنظن السؤال الأخير لك، كاين واحد الخلط بين المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لوف بي بي تي، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا السياحية التابع لوزارة السياحة. هذا الأخير لا علاقة لنا به، معهد مستقل عن التكوين المهني، له إدارته وله طريقة تسجيله. يعني إلا كنتي مهتمة بهذا المعهد فراه يمكن لك أنك تواصلي معهم، تمشي عندهم المؤسسة يعني من أجل الحصول على المعلومات. فقط هنا نجيب على الأسئلة المتعلقة بالتكوين المهني بصفة عامة، وبشكل خاص المعاهد
ديال مركب التكوين المهني والذات. نكرر بأنه عملية الإجابة على الأسئلة في الخاص فهي تتكون صعبة جدا، إن لم نقل مستحيلة، نظرا للعدد الكبير جدا من الرسائل اللي كتلقاوها بشكل يومي. هذاك الشيء علاش كنديرو بث مباشر، باش اللي عنده شي سؤال يسول هنا باش نقدروا نجاوبوا، باش كلشي يستافد. حيت صعيب بزاف باش نجاوبوا في الخاص على الجميع. فجزاكم الله خيرا. اللي عنده شي سؤال يطرحوا في التعليقات، وهكا غادي نجاوبوا، غادي نربحوا الوقت، وفي نفس الوقت نربحوا يعني انه الاخوان غادي يسمعوا الاجابه ويستافدوا منها. بالاضافه كذلك بانه المجموعه ديال الاسئله اللي كتجينا الخاص، الاجوبه ديالها كاينه في المنشورات. ندخلوا للصفحه نتصفحوا المنشورات السابقه، فراه فيها ما يكفي انه دير العمليه ديال التسجيل ديالك بشكل اللي هو سلس وبشكل اللي هو بسيط جدا. بالنسبه لاستعمال الزمن يتغير بشكل اسبوعي، ولكن في غالب الاحيان كيبقى نفس استعمال الزمن. عندنا 8:30 صباحا الى غايه 1:30، والفتره المسائيه من 1:30 الى 6:30. بطبيعه الحال هذا ماشي بشكل يومي، وانما على حسب طبيعه الحال كل نهار وشنو استعمال الزمن كيف كيكون. غالبا كتكون التكوين يا اما صباح يا اما عشيه. نرحب بكل من التحق بنا في هذا البث المباشر الخاص بالاجابه على الأسئلة المتعلقة بعملية التسجيل بالشعب المتوفرة في المؤسسة، سواء المعهد المتخصص في مهن السينما، سواء المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية. نذكر أنه الأسئلة التي تردنا في الخاص كثيرة جدا، واغلب هذه الاسئله هذه الاجوبه ديالها متوفره في المنشورات اللي كنشروا. مثلا اشنو هما الوثائق اللي غادي يحتاج؟ السؤال يتكرر كثيرا. يكفي انه نرجع للمنشورات السابقه اللي كاينه في الصفحه، كل مستوى غتلقى الوثائق اللي مطلوبه. سؤال اخر، كيفاش غادي نخلص 50 درهم ديال الملف؟ كذلك تم وضع منشور في الصفحة من أجل توضيح طريقة التسجيل. غير كقوس فقط، بالنسبة ليس هناك إزعاج فقط، هذا واجب، والغرض منه هو أنه نجاوب أكبر عدد ديال الناس، نوضحوا الرؤية، نوضحوا الطريقة ديال التسجيل، يعني نسهلوا المأمورية على الناس اللي بغات تسجل. هذا ليس فيه إزعاج نهائيا، بل هذا نعتبره واجبا يجب القيام به، ونحاول بكافة الوسائل يعني توفير المعلومات وتوفير التواصل مع الجميع، سواء عن طريق الصفحة، عن طريق الرسائل في الخاص، عن طريق بطبيعة الحال المؤسسة، وكذلك عن طريق زيارة المؤسسات التعليمية. فقط أذكر بأنه اليوم تم افتتاح اليوم الأول من ملتقى التوجيه الجامعي والمهني والمدرسي بالقاعة المغطاة بدار الشباب الحسن الثاني. مازال غدا إن شاء الله، يعني هنا فرصة لنرحب
بالجميع من أجل الالتحاق غدا إن شاء الله بالفضاء الخاص بمركب التكوين المهني، من أجل بطبيعة الحال الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. فيما بعد إن شاء الله سيتم وضع تجهيز فضاء خاص بالتوجيه والاستقبال في المعهد من أجل الإجابة على جميع التساؤلات إن شاء الله. نحاول إن شاء الله نسهلوا الأمور باش تتم هذه العملية بسلاسة. فيما يخص تلاميذ ثالثة إعدادي الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الإعدادي ويرغبون في الالتحاق بالتكوين المهني، كنظن كاين تم تمديد آجال التعبير عن الرغبات النهائية إلى غاية نهاية الأسبوع في منظومة مسار. فبإمكان التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني فراه ممكن أنهم يعمروا من المسار، يعمروا التكوين المهني عوض ما يدير جدع مشترك معين، كيعمر التكوين المهني وكيعطي الاختيارات ديال الشعب. المميز الذي يميز مسار عن الطريقة العادية هو أنه التلميذ اللي كيتسجل من مسار، يعني الذي لا زال يتابع دراسته، فهو يعفى من مصاريف الملف. إلا عمر في مسار فما كيخلصش لهذيك 50 درهم حتى كيتقبل بصفة نهائية. الطريقة الثانية اللي هي عادية جدا وهو وضع الملفات بشكل عادي. كيف قلنا بلي الطريقة ديال التسجيل هذا العام مبقاتش فيها وضع الملفات الورقية أو الوثائق في المؤسسة، وبالتالي نفس العملية تتم في الموقع الخاص بالتكوين المهني. المرجو يعني الرجوع للمنشورات السابقة، غادي تلقاو رابط التسجيل وكافة المعلومات، وغادي يدير نفس العملية، يتسجل وغادي يسكن الوثائق ديالو وغادي يخلص مصاريف الملف. يعني لديه الاختيارين، يا إما التعبير عن رغبته في منظومة مسار أو التسجيل مباشرة في موقع التكوين المهني. يعني كيف قلنا بالنسبة للناس ديال المسار راه ما غاديش يخلص 50 درهم. إلا عبر على الرغبة ديالو في التكوين المهني فراه يعفى مؤقتا ريثما أنه يتقبل بصفة نهائية من مصاريف الملف. وعندما توصل ملي كيعبروا الشباب ولا الوليدات على الرغبات ديالهم في مسار، فمن بعد كنتوصلوا بلائحة من الإدارة الجهوية فيها الاستدعاءات ديال هاد الوليدات باش يجيو يدوزوا الامتحان. بطبيعة الحال كنتواصلوا مع المؤسسات التعليمية باش كنخبروهم وكنعطيوهم استدعاءات لهاد الوليدات باش يجيو يدوزوا الامتحان. نذكر أنه خلال هذا البث نجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بعملية التسجيل والعرض التكويني والشهادة المتوفرة بالمعهد. فالمرجو يعني لمن لديه سؤال أن يطرحه في التعليقات. يعني قبل إنهاء هذا البث المباشر نتمنى أنه نستقبلوا أكبر عدد من الأسئلة، لأنه كيف قلت لكم يعني مجموعة ديال الرسائل كيف كنحل خاص بحكم الضغط اللي كيكون ديال العمل، فما كنلقاوش وقت كبير بزاف باش اننا نجاوبوا على جميع الأسئلة نظرا للعدد الكبير ديالها. وبالتالي نلتجئ أنه كنخصصوا هذا الوقت هذا من أجل يعني الإجابة بشكل مباشر على الأسئلة، وكذلك من أجل يعني أن تعم الفائدة بطبيعة الحال. كما نرجو يعني مشاركة رابط هذا البث المباشر بطبيعة الحال للوصول لأكبر عدد ممكن من المهتمين بطبيعة الحال بالتكوين المهني.
إذا في حالة عدم توفر أسئلة إضافية، غادي نزيدو واحد ل5 دقائق إلى غاية 9 إن شاء الله، وغادي نسدو هذا البث المباشر الذي كان مخصصا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بعملية التسجيل. نذكر بأنه خلال المنشورات السابقة في الصفحة تجدون جميع المستويات التي يتوفر عليها مركب التكوين المهني والارتزاز، تجدون الشعب التي يتوفرها كلا المعهدين، تجدون خلال المنشورات السابقة طريقة التسجيل وطريقة أداء مصاريف الملف. كذلك خلال المنشورات السابقة التي نرجو أن تتصفحوها إن شاء الله تلقاو رابط التسجيل في التكوين المهني. كذلك بالنسبة للناس اللي كيلقاو مشكل ديال الحجم ديال الوثائق، فراه حطينا رابط في المنشورات من أجل يعني تصغير الوثائق المطلوبة. عندما نتحدث عن شروط الولوج مثلا في مستوى التأهيل أو مستوى التقني، فالجميع يجتاز امتحان الولوج. اختبار الولوج يجتازه من كان حاصلا على شهادة ديال الثالثة إعدادي، اللي عنده الجد مشترك، اللي عنده الباك، اللي عنده الإجازة. يعني يكفي أنك اختاريتي مستوى ديال التأهيل مثلا واختاريتي شعبة معينة، فأنت يعني فراه غادي تجتاز هذاك الاختبار. اختبار ما عنده حتى علاقة بالمستوى الدراسي، وإنما عنده علاقة بالمستوى التكويني اللي عندنا جوج مستويات كيف قلنا، المستوى ديال التأهيل والتقني. شرط الولوج لهاد جوج مستويات هو اجتياز امتحان. فيما يتعلق بالمتدربين، يعني متدرب يتابع، على ما كنظن إلا كان هذا هو السؤال، متدرب يتابع دراسته في مثلا المستوى التقني السنة الثانية، وهو أصلا حاصل على شهادة البكالوريا ويود التسجيل، يعني بغا يتسجل في المستوى ديال تقني متخصص، هو غيتسجل بشكل اللي هو عادي جدا. غيسكاني الوثائق ديالو، غيسكاني الوثائق، البكالوريا، بيان النقاط، الصورة، بطاقة التعريف، وغادي يقوم بالعمليه ديال التسجيل. هو من ديجا راه عنده حساب خاص في موقع التكوين المهني، ف الى بطبيعه الحال عنده مود باس غادي يدخل مباشره وغيدير تسجيل جديد وغيتبع نفس الطريقه العاديه. الى ما كانش عنده بطبيعه الحال المود باس يعني الانسان، فراه ممكن انه يتواصل مع الحراسه العامه من اجل استرداد الرقم او لا كلمه السر. صراحة ما كرهناش جميع الأسئلة، يعني أي سؤال كيف ما بغى يكون نحاولوا نجاوبوا عليه. عندنا تقريبا البث يتراوح العدد ديال المشاركين بين 20 حتى 40. ما كرهناش جميع كلشي يشارك بالأسئلة ديالو. شنو هو المشاكل اللي كتواجهكم في العملية ديال التسجيل، شنو هما يعني أي استفسار، أي حاجة تتعلق بعملية التسجيل والشعب، فنحن هنا للإجابة على تساؤلاتكم قبل إنهاء هذا البث المباشر.
نذكر كل من التحق بهذا البث المباشر الخاص بالإجابة على أسئلة التي تتعلق بعملية التسجيل وكذلك بالعرض التكويني، أنه نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة خلال هذا البث المباشر نظرا لعدم القدرة على الإجابة على مجموعة كبيرة ديال الرسائل التي تردنا في الخاص. وبالتالي جزاكم الله خيرا، نرجو طرح الأسئلة ديالكم في التعليقات. من المحتمل أنه إن شاء الله من هنا 5 دقائق نسجل البث إذا ما كانوش أسئلة أخرين إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم. فيما يتعلق بعملية ديال التسجيل بالنسبة للمستوى، أنا شخصيا درت البارح يعني واحد التيست السي مروان البارح. يعني إلا رجعتي للبث المباشر اللي كان حول طريقة التسجيل في التقني المتخصص، فإلا رجعتي للبث المباشر ديال البارح غتلقى فيها درت عملية تجريبية ديال عملية التسجيل وتمت الأمور في شكل جيد. يعني ما كان حتى شي مشكل. عطاني فين تيليشارجي الورقات، عطاني كل شيء صافي. دونك غير فقط للتذكير ما كاين حتى شي مشكل السي مروان، راه المنصه خدامه مزيان. بين الفائده والاخرى يكون هناك تحديث في المنصه بحكم اننا لا زلنا في اليوم الثاني، يعني راه مازال عندنا الوقت فين نسجلوا المنصه، خصوصا في هذا الاسبوع الاول كيكونوا فيها مجموعه ديال التحديثات وتكون صيانه بين الفينه والاخرى. وبالتالي راه بشكل عادي انك تلقى منصه بعض المرات ما كتعطيكش مثلا شبه معينه، ربما ما تعطيكش تيليشارجي، ربما ما تعطيكش كيفاش تخلص مصاريف الملف. وبالتالي يعني غير نحاولوا فراه المنصه تكون بين الفينه والاخرى طور الاصلاح. بالنسبه للاخت اللي كتسول على منين كنجيبو ملف ديال 50 درهم، جزاك الله خيرا. راني نرجعوا للمنشورات السابقه، راني درت منشور سابق غير اليومانيت فيه كيفاش نخلص 50 درهم ديال مصاريف الملف. وي ممكن نرجع كيفاش نخلص الملف. كيف قلنا الطريقه راه هي كلها ديجيتال، يعني كنسكاني الوثائق كلشي كنديرو في السيت، وحتى 50 درهم راه نفس الشيء كنخلصها بالموقع. يكفي انه نرجعوا للمنشور السابق في هذا اليوم هذا، فراه هو فيه الطريقه ديال الاداء ديال مصاريف الملف. في حالة ما كاينش شي سؤال الإخوان نسدو هذا البث المباشر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقاء آخر من أجل الإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم فيما يتعلق بالتكوين المهني وطريقة التسجيل.
كما نحيطكم علما بأن كلا المعهدين يوفران فضاءين للاستقبال والمساعدة على التوجيه من أجل الإجابة على جميع التساؤلات التي تتعلق بعملية التسجيل وبالعرض التكويني، يعني الشعب والعدد المقاعد المتوفرة في المركب. كذلك يوفر الفضاء الذي ينشطه بطبيعة الحال مكونو المعهدين، بالإضافة كذلك إلى المستشار في التوجيه، يعني لا تترددوا في الالتحاق بالمعاهد الخاصة بالتكوين المهني، يعني من أجل الاستفسار ومن أجل أخذ المعلومات الكافية فيما يتعلق بالاختيارات وبعملية التسجيل. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البث المباشر. نشكركم جزيل الشكر على تتبعكم وكذلك على تفاعلكم، ونتمنى إن شاء الله أنه نكون قد وفقنا في الإجابة على مجموعة ديال الأسئلة ديالكم، وإن شاء الله لنا موعد قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.